القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1969. من فضلك، أنا عايزة أقابل مدير الحسابات. الأستاذ صفوت لسه ما وصلش. لا، أنا عايزة الحاج محفوظ. محفوظ؟ ما عندناش حد في الشركة اسمه محفوظ. إزاي؟ مش ممكن. جايز حضرتك غلطانة في اسم الشركة. لا، أنا قريت اسمها على اليافطة وأنا داخلة ومتأكدة إنها هي. بس الاسم اللي قلتي عليه مش موجود هنا. غريبة، ده بقاله أكتر من 30 سنة وهو موظف هنا. 30 سنة في الشركة وأنا معرفوش؟ مفيش حد هنا، حد يكون قديم هنا يعني، ممكن أسأله؟ اللي ماسك الحسابات اسمه الأستاذ صفوت. أرجوكي، أنا جاي من مشوار بعيد وظروفي. اتفضلي حضرتك استريحي. كتر خيرك. صباح الخير. صباح النور يا أستاذ صفوت. عماد بيه وصل؟ من بدري ومستني حضرتك. مش من عادته يوصل قبليه. لو سمحت يا أستاذ. حضرتك بتكلميني أنا؟ سؤال واحد من فضلك. طيب شوفيها عايزة إيه لحسن أنا اتأخرت على عماد بيه. يعني مفيش فايدة؟ الحسابات في الدور اللي فوقينا، ممكن تسألي هناك. معقول اللي بيحصل ده؟ بقول لحضرتك بقالها أكتر من ساعتين بتلف في الشركة يا عماد بيه. بتدور على ايه واسمها ايه الست دي؟ اسمها يسرية، وبتدور على واحد اسمه محفوظ. مين محفوظ؟ وبتدور عليه ليه؟ بتقول إنها لازم تقابله، وقالت إنها جاية من مشوار بعيد. وهي فين؟ مستنية عشان تقابل حضرتك. خليها تدخل. حاضر. اتفضلي يا مدام يسرية. كتر ألف خيرك، متشكرة قوي. العفو. اتفضلي يا مدام يسرية. خير؟ حضرتك صاحب الشركة يا عماد بيه؟ ايوه. افهم بقى، بتدوري على مين؟ بدور على الحاج محفوظ. مين الحاج محفوظ ده؟ والدي. والدك؟ ايوه، واللي اعرفه انه بيشتغل هنا مدير للحسابات. السكرتيرة مش قالت لك ما عندناش حد اسمه محفوظ في الشركة؟ بس والدي كان هنا، كان بيشتغل هنا في الشركة من 30 سنة، وانا متأكدة انه هنا. متأكدة يعني ايه؟ لان انا جيت هنا وقابلته بنفسي. جيتي وقابلتيه؟ امتى؟ من 10 سنين. 10 سنين؟ ايوه، والشيء اللي مش قادرة افهمه، ليه بتنكروا ان والدي كان هنا؟ ليه؟ من 10 سنين والدي الله يرحمه هو اللي كان ماسك الشركة، انا كنت بعيد عنها. معقول والد حضرتك ما كلمكش عن والدي؟ يوسفنا اقول لك ان دي اول مرة اسمع فيها اسم والدك. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن ابدا. طيب لو سمحت بس اهدي شوية علشان نعرف نتفاهم. اخر حاجة كنت اتصورها ان ده يحصل. انت ايه حكايتك؟ والدي راح فين واختفى ازاي؟ انت مدير الشركة وصاحبها، ولازم اعرف مصير والدي ايه. الحقيقة انا استلمت الشركة من 5 سنين. معنى كده ان والدي مش هنا من 5 سنين؟ ازاي؟ طب راح فين؟ ارجوكي بلاش الانفعال ده. مؤكد والدي؟ لا لا لا. طيب لو سمحتي، اخر مرة شفتي والدك امتى؟ ما انا قلت لحضرتك من 10 سنين. شفتيه فين؟ هنا في الشركة دي. انت بتبصلي كده ليه؟ ايه، مش مصدقني؟ تحت أمرك يا سعادة البيه. هات ليمون للهانم لو سمحت. حاضر يا بيه. وهات لي فنجان قهوة. تحت أمرك. انا مش عايزة اشرب حاجة. ايه واقف ليه؟ الهانم بتقول بسرعة هات الطلبات. حاضر يا بيه. تحت أمرك. كنت بتقولي انك شفتي والدك هنا في الشركة من 10 سنين، امال ايه اللي حصل بعد كده؟ انقطع الصلة بيني وبينه. ايه السبب؟ ظروف غريبة. ممكن اعرفها؟ معلش انا اسف، يمكن لو عرفت الظروف دي اقدر اساعدك. كنت عايشة مع والدي بعد امي ما ماتت. اتعرفت بشاب كويس، حبني وحبيته، واتقدم عشان يتجوزني. رفضه والدي. ليه؟ قال انه مش مهتم بعمله. باختصار كانت نفسيتي سيئة. حاولت اقنع والدي بقبوله ورفض. حسيت ان القطر هيفوتني، وافقت اتجوزه. من غير رضا والدك؟ ايوه، ودي غلطة عمري. المهم اتجوزته
وخدني وعشنا في اسكندرية بعيد عن والدي. بعد شهر من الجواز بدأت أحس بالندم، إزاي أسيب والدي لوحده، وأقنعت جوزي إن أتصل بيه، وجيت وزرته ومعايا جوزي. والدي كان متأثر، كان واخد على خاطره مني ومنه كمان. عشان كده جوزي اتضايق وأقسم إنه نرجع اسكندرية، وانقطعت الصلة بيني وبين والدي. وبعدين يا مدام يسرية ما حاولتيش تتصلي بوالدك؟ اتصلت وكانت الصلة بينا الجوابات، لكن ايه؟ سافرت أنا وجوزي برا مصر، ولما رجعت حاولت أتصل بوالدي. بعتله أكتر من جواب، ما ردش عليا. وايه اللي حصل بعد كده؟ جوزي أصيب في حادث ومات، وكان لازم أدور على والدي، وجيت بعد السنين دي كلها مش لاقياه. أرجوك دور لي على والدي، أنا ماليش غيره. الكلام اللي بتقوله الست دي اللي اسمها يسرية مش داخل دماغي يا أستاذ عماد. صفوت، دموع عينيها وطريقتها في الكلام بيخلونا صدقها. باختصار انت عايز ايه يا أستاذ عماد؟ يا صفوت، انت بقالك مدة كبيرة في الشركة وكنت مع المرحوم والدي، مؤكد عارف حاجة عن اللي اسمه محفوظ ده؟ يا أستاذ عماد احنا مش ناقصين مشاكل وما نعرفش حد اسمه محفوظ. انسى الموضوع ده وريح روحك وريحني. صفوت، طريقتك في الكلام مش عجباني. طيب ممكن تسيب لي الموضوع ده وانا اتصرف فيه بنفسي؟ من حق اعرف انت هتعمل ايه؟ هختصر الطريق، والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. أنا مش عايزة حاجة. أنا بدور على والدي، بدور عليه عشان أعيش معاه، ماليش حد. أرجوكي كل اللي انت عايزاه أنا. أنت فهمتني غلط يا أستاذ. من حق أعرف والدي فين، عايش ولا إيه اللي جراله. طب كفاية لو سمحت. فين والدي؟ فين هو؟ وديتوه فين؟ عملت ايه يا صفوت؟ يا ريتني ما قابلتها ولا حتى كلمتها. ليه؟ قالت لك ايه يسرية؟ دي قطعت قلبي وهي بتبكي على ابوها يا عماد بيه. يا صفوت، انا مش قلت لك؟ كان نفسي اخلصك منها ومن مشاكلها، كان نفسي اخفي الحقيقة كلها. الحقيقة؟ حقيقة ايه يا صفوت؟ اللي اسمها يسرية دي ممكن وبعدين مش جايز يا صفوت اتكلم، ليه التردد ده؟ في ايه مالك؟ انا عارف انك بتخاف من المشاكل. مشاكل ايه؟ ما تتكلم يا صفوت. لو قلت لك ان والد الست اللي اسمها يسرية كان بيشتغل هنا في الشركة هيكون ردك ايه؟ معقول؟ ايوه، وطبعا هتسألني ايه الدليل. اتكلم يا صفوت واوعى تخبي عليا حاجة. انا عمري ما خبيت عنك حاجة، لكن ايه يا صفوت؟ قول بقى، ما تحيرنيش معاك. ما انا قلت لك الراجل عم محفوظ ده كان بيشتغل هنا في الشركة. امتى؟ كان بيشتغل مع المرحوم والدك. وبعدين الراجل ده راح فين؟ في يوم حصل خلاف بين والدك وبين الحاج محفوظ. خلاف على ايه؟ معرفش، المهم ان الوالد كان يوميها عصبي قوي ومتضايق ومش طبيعي، زق عم محفوظ بكل قوته. ايه وبعدين؟ عم محفوظ وقع على السلم. على السلم؟ ايوه، لانهم كانوا في الوقت ده واقفين مستنيين الاسانسير. ايه والراجل حصل له ايه؟ الموقف كان مفاجأة ليا وللوالد والعم محفوظ، ونقلناه المستشفى، والراجل طلع انسان وقال انه وقع على السلم بنفسه ومحدش زقه. وبعد كده حصل له ايه يا صفوت؟ يا ريتني كنت اعرف، كنت قلت لك. ازاي؟ انت مش كنت مع والدي وبتقول شفت الحادث بنفسك؟ ايوه، وزرت عم محفوظ اكتر من مرة في المستشفى لغاية ما حالته ساءت، وبعد كده والدك الله يرحمه عرف اني رايح له عشان اطمن عليه، فقال لي مفيش داعي ومش لازم تشوفه بعد النهارده. يعني ايه؟ جراله ايه يا عم محفوظ؟ معرفش، والدك قال لي ما تروحلوش، قلت حاضر. ورجع المصنع امتى؟ من يوميها ما رجعش المصنع. يعني راح فين؟ ربنا وحده اللي يعلم. كمل علاجه في المستشفى؟
كان نفسي اجاوبك على اسئلتك دي، لكن كل اللي انا اعرفه اني ما شفتوش ولا اعرفش عنه حاجه بعد الحادث. والدي قال لك ايه عنه؟ في يوم انتهزت فرصه وجودي لوحدي مع المرحوم والدك وسالته مجرد سؤال. ايه قال لك ايه؟ والدك الله يرحمه غضب وصار وقال لي ايه اللي فكرك بيه؟ ما هو غار وانتهينا منه. وعشان ما زعلش الوالد سكت ونسيت الموضوع زي ما قال لي. انت كنت تعرف ان له بنت اسمها يسرية؟ عم محفوظ ساعات كان بيكلمني عنها. في حد في الشركة هنا يعرف حقيقة اللي حصل؟ لا، لان الموضوع كان سر بيني وبين والدك الله يرحمه. لكن يا صفوت. ايه يا استاذ عماد، عايز رايي؟ كانك ما سمعتش بالموضوع، وقول لها ما نعرفوش ويا دار ما دخلك شر. لكن الراجل اللي اسمه عم محفوظ ده راح فين؟ عايش ولا مات؟ حضرتك بتقول اسمه ايه؟ محفوظ، اسمه محفوظ، وكان بيشتغل في الشركة مع والدي. تعرفه؟ ايوه اعرفه. شفته في الشركة هنا؟ ايوه يا عماد بيه شفته. الراجل ده راح فين؟ ما اعرفش. طيب تعرف كان ساكن فين؟ لا يا بيه. له قرايب، أولاد، معارف، أصدقاء؟ في الحقيقة يا عماد اتكلم، قول كل المعلومات اللي عندك. انا اللي غلطان، فعلا انا اللي غلطان. ليه بتقول الكلام ده يا صفوت؟ كان لازم من الاول اخبي عنك الحقيقه دي كلها، وكان لازم اطرد اللي اسمها يسريه دي، وكنت ريحتك وريحت نفسي. عايز تخدعني يا صفوت؟ انا مستعد اعمل اي حاجه فيها راحتك يا استاذ عماد. انت مش عارف انت ايه بالنسبه لي. ده انا لحم كتافي من خيرك وخير الوالد الله يرحمه، وما كانش صح ابدا اني اعرضك لمشاكل انت في غنى عنها. انا سالت واحد من عمال الشركه وقال لي ان عم محفوظ كان هنا. وقال لك ايه عن الحادثه؟ ما حدش يعرف اي حاجه عن الحادثه دي. مش بقول لك ما حدش يعرفها غيري، بس المفروض ما كنتش تسال. ليه يا صفوت؟ يا استاذ عماد، يا استاذ عماد، العيار اللي ما يصيبش يدوش، والحادثه اللي حكيت لك عليها المفروض تنساها خالص. انا مش فاهم، بس انت عايز توصل لايه؟ اللي اسمها يسريه واضح انها محتاجه المبلغ، لان ظروفها مش كويسه. نديها اي مبلغ وتقول لها مع السلامه. تفتكر هو ده الحل السليم؟ حضرتك فهمتني غلط. مفيش غلط ولا حاجه يا مدام يسريه، والاستاذ عماد مقدر ظروفك كويس قوي، وطلب مني ادفع لك اجره اللوكاندا اللي انت قاعده فيها. بس انا ما جيتش هنا عشان فلوس، انا جيت عشان اعرف مصير والدي. والدك كان فعلا بيشتغل في الشركه، وبعد كده ايوه، وبعد كده من 5 سنين انقطعت صلته بالشركه وسابها، ومشي من غير حتى ما يستأذن، وما نعرفش عنه اي حاجه. والحقيقه كان نفسنا نساعدك، لكن ما باليد حيله. يعني ايه؟ الشركه بتديلك مبلغ، وافتكر ان المبلغ ده مش صغير. عشان ايه؟ اعتراف من جانب الشركه بافضاله واعماله. وعلى فكره المبلغ ده مش من حقك، لان والدك ساب الشركه وتغيب بدون اذن ومن غير اي انذار. يعني حضرتك ممكن تعتبر المبلغ ده مكافأة تعينك في ظروفك اللي انت عايشة فيها. لا 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 ايه اللي بنعمله ده؟ عمل انساني. لا، هو اللي لازم تعرفوه كويس اني سألت هنا في الشركة، وواحد من العمال قال لي معلومات لو عرفها البوليس هتروحوا كلكم في داهية. شفت؟ لو كنت سمعت كلامي. انا مش متعود على الكذب يا صفوت. البنت دي اللي اسمها يسرية مش سهلة. بس معلومات ايه اللي عندها دي اللي تودينا في داهية؟ معرفش، وانا رأيي نطردها وترتاح انت وانا ارتاح انا كمان. اطردها ازاي؟ مش جايز تبلغ البوليس ويحقق وندخل في مشاكل؟ ارجع واقول لك انت السبب، طيبتك هي السبب. نتصرف ازاي دلوقتي؟ مفيش بقى غير انك تروح لها اللوكاندا بنفسك. ليه؟ اهو كلمتين حلوين منك ومبلغ تاني وتنتهي المشكلة. طيب يعني انا ما عنديش حل تاني. ان كان عندك حل قوله وريحني، لاني بصراحة بقى زهقت منها وما عنديش اي استعداد اتكلم معاها. قولي، الست دي اخبارها ايه؟ ست مين؟ الست اللي كل شوية داخلة وخارجة. داخله خارجه فين؟ الله، جرى ايه؟ اللي داخلة خارجة عند عماد بيه مدير الشركة. ما اعرفش. ما تعرفش ازاي وانت الساعي الخصوصي بتاعه؟ خليني اشوف شغلي. الله،
مالك خايف من ايه؟ بقول لك ما اعرفش، خلينا في شغلي. مش هتتكلم؟ بكره اعرف كل حاجه بنفسي. ويا خبر بفلوس. أنا طول عمري منساش أبدا أفضل الناس، ووالدك مؤكد خدم والدي وخدم الشركة. كفاية يا أستاذ عماد، كفاية. أنا مقدر موقفك وظروفك، أي خدمة أو مساعدة أنا تحت أمرك، والفلوس اللي أنت عايزاها خديها، المهم تطمني على والدك. ياه، كابوس ونزاح. يسرية دي باين عليها طيبة. طيبة ازاي بس؟ ده المبلغ اللي خدته كبير قوي. وأنا مش ندمان، المهم إنها ترتاح وتبقى كويسة، ما تندمش أبدا على عمل خير تعمله يا صفوت. انت طيب قوي يا استاذ عماد. ألو صفوت، الحقني يا صفوت، يسرية مرمية في جنينة الفيلا بتاعتي مقتولة، بقول لك يسرية اتقتلت. ايه اللي حصل؟ اتكلم. أنا خارج الصبح بصيت لقيتها مرمية في الجنينة. انت تعرف الست دي؟ لا، افضل شيء تقول ما اعرفهاش. جاوب على السؤال، تعرفها؟ لا ما اعرفهاش ولا عمري شفتها. رجعت البيت الساعة كام؟ الساعة 10 بالليل، ودخلت نمت حوالي الساعة 12. ما سمعتش بالليل صوت او حركة وانت جوه شقتك؟ لا ما سمعتش حاجة. يا فندم، الست دي جت الشركة وقابلت الأستاذ عماد. امتى كانت المقابلة دي؟ من أسبوع. جات له كم مرة؟ كتير يا بيه. اسمها ايه؟ اسمها يسرية، وكانت بتسأل عن واحد اسمه محفوظ. مين محفوظ ده؟ كانت بتسأل عليه ليه؟ أنا ما شفتش وشها كويس، علشان كده قلت ما اعرفهاش. المجني عليها يسرية كانت بتجيلك الشركة ليه؟ أنا هقول لحضرتك كل حاجة. انا قابلتها مع الاستاذ عماد واداها مبلغ من المال قدامي. علشان ايه؟ يسرية قالت انها بتدور على ابوها، وانا قلت لعماد يساعدها. عماد كان بيتردد عليها في اللوكاندا اللي كانت قاعدة فيها؟ الله اعلم. طب ايه اللي تعرفه عن يسرية وابوها؟ الست يسرية كانت قاعدة عندنا في اللوكاندا. بقالها قد ايه قاعدة في اللوكاندا؟ بقالها أكتر من 10 أيام. في حد كان بيزورها أو يتردد عليها؟ الأستاذ عماد جالها وقابلها. جالها كم مرة؟ مرتين تقريبا. قابلها فين؟ في الاستقبال، وأنا شفته قاعد معاها وبيكلمها. في حد تاني كان بيزورها غير عماد؟ لا. ما حدش كان بيتصل بيها بالتليفون؟ أيوة، واحد كان بيتصل بيها كتير. اسمه ايه؟ ما كانش بيقول على اسم. كلمها كم مرة؟ وهي كانت بتقول له ايه؟ صدقني أنا ما أعرفش مين اللي قتلها. عماد، انت انكرت في البداية انك تعرفها، وبعد ما واجهناك بالأدلة اعترفت بالحقيقة. لأني كنت خايف من المشاكل والمسؤولية. قتلتها ليه يا عماد؟ ما قتلتهاش. أنا محفوظ اللي بتدوروا عليه. انت اللي كنت بتشتغل في الشركة وسبتها فجأة؟ أيوه، كنت بشتغل في الشركة أيام ما كان المرحوم والد عماد ماسك الشركة. ايه اللي خلاك سبت الشركة؟ اختلفت مع والد عماد وخدت حقي ومشيت. يعني مشيت برضاك ولا حد أجبرك إنك تسيب الشركة؟ لا، مشيت برضايا وبمزاجي ومحدش أجبرني. والد عماد زقك على السلم وتسبب في حادثة ليك؟ ما حصلش. ما دخلتش المستشفى؟ دخلت المستشفى لأني كنت عيان، وبعد كده استقلت ورحت عشت ببلدي. يسرية دي بنتك؟ أيوه، وهي عايشة معايا ومبسوطة. عايشة معاك؟ أيوه، عايشة معايا. أمال الست اللي اتقتلت دي تبقى مين؟ معرفهاش. ما تعرفهاش؟
ايوه ما اعرفهاش وعمري ما شفتها. تعرف عماد صاحب الشركة؟ اعرف المرحوم والده، هو ده اللي كنت بشتغل معاه في الشركة. عماد، بص كويس وقول لي، تعرف الراجل ده؟ لا ما اعرفوش. وانت يا صفوت؟ معرفوش وعمري ما شفته. متأكد انك ما شفتوش قبل كده يا صفوت؟ لا. ممكن تعرفهم بنفسك؟ انا محفوظ. محفوظ مش ممكن. صفوت، افتكر الأدلة واضحة ضدك ومفيش داعي للإنكار. انا هقول كل حاجة. وانا سامعك. انا كنت في اسكندرية وتعرفت بواحدة قابلتها اكتر من مرة على البلاش، وسمعت منها كلام غريب. بابي كان عنده فيلا وأراضي وعربيات وأموال في البنك، بس حرمني من الميراث عشان خالفت أمره. في كل يوم اسمع منها كلام شكل، لغاية ما قالت لي أنا مش عارفة ليه كدبت عليك، لكن عشان بحبك بقولك حقيقتي كويس. أنا فقيرة وأمي ماتت ووالدي اتجوز غيرها وماليش حد. كانت ليها طريقة غريبة ومقنعة في الكلام، مهما كدبت مع دموع عينيها ممكن تصدقها. وبعد كده ايه اللي حصل؟ اتفقت معاها تيجي معايا القاهرة وتقابل عماد، وتكذب عليه وتقول له ان اسمها يسرية وانها بنت محفوظ اللي ساب الشركة. اللي اعرفه عن محفوظ انه ساب الشركة بعد خلاف مع والد عماد، وقلت لها وهي نسجت قصة طويلة عريضة لعماد. وايه هدفكم من كده؟ اخد من عماد مبلغ من المال عشان نتجوز بيه. وطبعا خدت يسرية المال من عماد. وفي يوم لقيتها جاية بتقول لي لا يا صفوت، عماد ده طيب طيب قوي وبيحبك، بلاش تخدعه أكتر من كده يا صفوت. مش خايف أحسن لو كشفك يطردك؟ ساعتها هتعيش إزاي؟ كلامها كان غريب عليا، طول عمرها تكذب وتخدع الناس بكلامها ودموعها. ايه اللي حصل؟ وليه صعبان عليها عماد بالشكل ده؟ نتجوز يا صفوت، أيوة نتجوز ونعيش. كفاية نصب على الناس. نفسي أعيش بالحلال، أعيش بالحلال يا صفوت. عماد وطريقته في الكلام وخوفه عليا خلاني أراجع نفسي. خفت منها. وبعدين حاولت أخليها تستمر لكن قالت لي لا. لا لا يا صفوت، لا مش هستمر. عماد إنسان، أيوة إنسان، وأنا لأول مرة تبكي قدامي وأحس إنها صادقة في دموعها، بالرغم إنها مثلت قدام عماد بيه وبكت ومثلت كتير قدام عمال الشركة وأنا بكلمها. كان لازم أتصرف. طلبت منها تقابلني قدام فيلا عماد. قلت لها إيه؟ قلت لها هروح أنا وإنتي ونقابل عماد ونصارحه ونخليه شاهد على جوازنا. صدقتك وراحت تقابلك قدام فيلا عماد. ودخلتها الجنينة وقضيت عليها. قلت أخلص منها وأخلص من عماد وارتاح. وليه؟ ليه صفوت كان بيحقد عليا وانا كنت بثق فيه وعمري ما كنت بخيل عليه؟ كان لازم تفكر في كل كلمة قالها لك صفوت. لو ما كانش ظهر عم محفوظ كان ايه اللي ممكن يجرالي؟ مهما كانت الظروف الحق مصيره يظهر يا أستاذ عماد. لكن حضرتك شكيت ازاي في صفوت وليه؟ لأنك كنت صريح وفهمت منك إن صفوت قالك ما تقولش إنك شفت يسرية خالص. بدأت أشك فيه. وقفت عم محفوظ قدامكم قال إنه ما يعرفوش، وبالطريقة دي عرفت الحقيقة. ليه الطمع والجشع يعمل كده في الناس؟ ليه؟ أغرب القضايا. التسجيل سيد كامل.
أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.